بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم التلات 16/5/2023 إن شاء الله. اللي ما اشتركش في القناة يشرفني باشتراكه في القناة ويعمل لايك للفيديو عشان يصل لغيره. في الفيديو اللي فات واللي قبله أو من 3 فيديوهات عدوا كنت بنزل لحضراتكم مقالات في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت عن التوصيات الفنية وكل حاجة عن زراعة الرز وزراعة القطن ومقاومة الحشائش. فيها مقالات دي فيها أدق التفاصيل اللي تهم كل فلاح زارع في قطن أو رز أو ذرة. النهاردة إن شاء الله هنزل لكم مقال عن زراعة اللب الصابر. فاللي ما تابعش المقالات دي يتابعها. طبعا المقالات دي عاملها ناس متخصصة، مهندسين متخصصين في الزراعة والحشائش ومقاومة الآفات والكلام ده كله. عشان ما اطولش على حضراتكم هنبدأ في الأسعار على طول. بالنسبة لسعر القمح 1500 جنيه للدرجة 23.5 للأرداب. أرداب ب150 كيلو في الشون والصوامع. 1475 درجة 23 و1450 درجة 22.5. بالنسبة لأسعار الذرة، أسعار الذرة اليوم الذرة الأصفر المحلي النهاردة ب16,000 من أرضه لدى التجار تنفيذ، والذرة الأبيض ب15,700 تنفيذ من أرضه لدى التجار. اليوم الأسعار ممكن تختلف من مكان للتاني في حدود 100 أو 200 جنيه على حسب المنطقة. بالنسبة للذرة المستورد، مستورد أرجنتيني صب أرضه في المينا ب16,000، والبرازيلي صب أرضه في المينا ب16,000، والأوكراني ب13,400 صب أرضه في المينا. ده بالنسبة لأسعار الذرة المحلي والذرة المستورد. أسعار الفول البلدي زي ما قلت لحضراتكم في العرض، وبرضه الموسم قرب على الانتهاء. فبنقول فول البلد الرفيع اليوم الأرداب بالخام أرداب ب155. البضايع العالية فيها من 4100 إلى 4300. ده بالنسبة للذرة للفول البلدي الرفيع البضايع العالية. والبضايع العالية في الفول العريض برضو نفس الأسعار. فده أسعار الفول اليوم. هنتكلم عن أسعار القطن. أسعار القطن اليوم قطن جزء 94 من أرضه ب7,600 إلى 7,700. واحتمال يعني ممكن الأسعار دي تقل شوية بكرة، زي ما كلمنا بعض الشركات وقالوا لنا على إن الأسعار ممكن تريح بكرة شوية في القطن. ده حال السوق الفعلي على أرض الواقع اللي أنا بنقوله لحضراتكم بالظبط. هنخش بقى على موضوع الرز. وموضوع الرز طبعا أنا عارف إن شاغل ناس كتير اليومين دول، وبالذات امبارح والنهاردة. طبعا احنا هنشرح حالة السوق بالظبط وبالتفصيل، ولحضراتكم الكلام قدامكم واضح 100%، واللي متابعني من زمان عارف الكلام ده. فأنا لما كنت باجي أشرح حالة السوق قبل كده بقت الناس تزعل وتقول لي أنت بتطول، قول الأسعار على طول. طبعا دي النقطة التانية، كان من فترة كنت قلت أيام لما الرز وصل 19,500 إن ده أنسب وقت للبيع. ده نقطة تانية. النقطة التالتة، أنا مش بقول أسعار من دماغي، أنا بقول أسعار من السوق. وطبعا إن أنت تقول سعر ده هتتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى أولا، وهتتحاسب على كل كلمة أنت بتقولها. فأنا مش مضطر إن أنا أقول أي حاجة مخالفة للسوق، لأن هتحاسب عليها أولا. يعني عشان إن أنا أقول حاجة مخالفة للسوق دي هتحاسب عليها قدام ربنا، ولا وهضر ناس وهنفع ناس تانية.
فبحاول أجيب الأسعار بدقة 100%. طبعا حال السوق النهاردة هو توقف كامل لحركة سوق الرز. النهاردة توقف كامل لحركة سوق الرز، بالذات بعد الظهر. يعني قبل الظهر كانت الأسعار ماشية 18 ونص رفيع شعير و18 800 عريض لحد الظهر، وبعد كده في توقف كامل لحركة السوق. والأسباب هنقولها مع بعض، سبب ونشرحه مع بعض. أول سبب في توقف حركة السوق المستورد. الرز المستورد يعتبر في كل مضرب دلوقتي وش أو حاوية، على حسب زي ما بيسموها وش، اللي هي بيبقى الوش بتاع الجرار أو تريلة رز مستورد. كل مضرب من المضارب عنده تريلتين أو تريلا على الأقل. يعني كل مضرب من دول دلوقتي عنده رز مستورد كمية. طيب السعر بتاعه كام؟ لسه ما نعرفش السعر بتاعه كام. طيب هيدخل مراحل تانية، يعني هيدخل سوليتكس ولا هيدخل بخار ولا ايه؟ الله اعلم، لسه برضه ما تأكدناش من المعلومات دي. طيب هو سعره كام؟ لسه ما نعرفش سعره. فده اول نقطة في موضوع الرز المستورد. من ناحية الشعير المضارب ما فيش فيها رز شعير، نسبة قليلة جدا. يبقى تاني نقطة في موضوع سوق الرز، الشعير مش موجود في المضارب برضه، بس اللي موجود دلوقتي مستورد، وده معلومة مؤكدة 100% اللي أنا بقولها لحضراتكم دي. تاني نقطة السيولة. طب السيولة راحت فين؟ هربت السيولة طبعا في الرز المستورد. المضرب دلوقتي اشترى كميات رز مستورد، فالسيولة طبعا هربت، ما عندوش سيولة إن هو يشتري شعير، أو قليل جدا اللي بيشتري شعير. دي تالت نقطة أو رابع نقطة معانا في موضوع الرز. النقطة الأهم، هو الرز المستورد ده هيتباع بسعر المحلي الأبيض ولا هيتباع بسعر لوحده؟ ده نقطة مهمة. والنقطة الأخيرة هو الرز ده المستورد ده هيستمر قد إيه في السوق؟ توقعي الشخصي إن هو مش هيتعدى الشهر، يعني 20 يوم شهر ممكن الكميات دي تكون خلاص نفذت. طبعا إلا لو حصل عرض شعير كبير. أنا بشرح لحضرتك الوضع اللي قدامي واللي أنا شايفه. حضرتك شايف حاجة تانية؟ بلاش انتقاد وبلاش كلام، اكتب لي في التعليقات اللي انت شايفه، او قدم معلومة مفيدة، وصدقني لو لقيت معلومتك مفيدة في الفيديو التاني على طول هقولها، وهقول اسمك بالظبط، الأستاذ فلان قال لي معلومة كذا كذا كذا. ما عندكش معلومة يبقى ما تبقاش تدخلش تخبط في الناس على الفاضي. ده بالنسبة لموضوع الرز. زي ما قلت لحضراتكم الرز المستورد موجود، وكل مضرب عنده دلوقتي رز مستورد. طيب الرز المستورد ده يستمر قد ايه في السوق؟ ممكن من 20 يوم إلى شهر. والرز الجديد المصري، عشان بس برضو بسمع كلام على النت إن 90 يوم هو مش أقل من 4 شهور على بداية بشاير الرز الجديد، الشعير الجديد. لأن في ناس زرعت وناس لسه هتزرع، وقدامك زراعة لما الشهر 6 زراعة. ده كل حاجة موجودة في حال السوق النهاردة. طبعا ما نقدرش نقول أسعار، لأن طبعا هيبدأوا مش مضطرين إن هم يشتروا رز دلوقتي بأسعار عالية في الشعير. ما هم مش مضطرين لأن عندهم البضاعة المستورد، فهيتدلعوا في الأسعار وبراحتهم، وكل واحد هيشتري على مزاجه في الأيام اللي جاية. وطبعا اللي هيساعدهم على كده لو في عرض في الشعير، هيساعد قوي الموضوع ده ان الناس دي تقول اسعار بمزاجها. طبعا الفيصل والحكم في الموضوع ده اسعار الرز الابيض. اسعار الرز الابيض هتبان من اول ما يبداوا تشغيل الرز المستورد دي، وهنعرف الحقيقة فين بالظبط. لو باعوا سعر الرز الابيض المستورد بسعر المحلي، يبقى انت من حقك ما تبيعش الرز الشعير بتاعك الا بالسعر اللي على مزاجك. ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة، عشان بس ما اطولش عليكم. ولو حصل جديد
صدقني هقول لك على طول في الفيديو، فخليك متابعني ان شاء الله. ونقطة أخيرة، رجاء من الناس اللي بتقول لي أبيع ولا استنى، هو حضرتك ده مسؤوليتك انت مش قادر يعني تتحمل مسؤوليتك، انا اللي هتحملها. ده انا يعني بتعب، ما تعرفش حضرتك انا بتعب قد ايه عشان اجيب لك سعر السوق بالظبط، فما تتعبنيش اكتر رجاء يعني انني قاعد اقول لك بيع ولا ما تبيعش. فزي ما قلت لحضراتكم، انا كنت قلت في فيديو سابق، مش متفكر تاريخ الفيديو بالظبط، لما الرز وصل 19 و500، قلت ان دي انسب ميعاد للبيع بالنسبة للناس المخزنة. اتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم، بس ده يعني ملخص لحال السوق النهاردة، فعشان الناس تبقى فاهمة الوضع بالظبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.